السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. حلوة للعيد سهلة بدون فرن، ان شاء الله تعجبكم وتجربوها. بالنسبة للمكونات عندنا بسم الله على بركة الله 350 غرام من الشوكولاتة البيضاء اللي غادي نحطوها في بان ماغي. غادي نضيف عليها نصف ملعقة من القهوة سريعة الذوبان، غادي نخلطوهم مزيان باش كتحل معنا. ملعقة كبيرة من الحليب الباودر اولا حليب نيدو، وعندي 150 غرام من اللوز المقلي ومطحون، وعندي 200 غرام من اللوز اللي حطيته في الفرن تحمر وكنطحنوه مزيان. غادي نخلطوا كلشي. بالنسبه اخواتي المقطع فاش حطيت في السيليكون اعتذر ما تصورش معايا، كنحطوا في السيليكون كندخلوها مده 20 دقيقه للمجمد حتى كتجمد وغادي نخرجوها. بالنسبه لهنا عندي الجلوكوز ملعقه صغيره، ناباج ملعقه صغيره، 2 ملاعق من الكراميل حطيتهم فوق النار، ضفتهم على المكسرات اللي توفر. هنا اخواتي فاش كتفوت 20 دقيقه 25 دقيقه كنخرجوا الحلوه كنخليوها على الوجه اللي كانت عليه الفوق، هذه مساله مهمه. بالنسبه للمكسرات انا حطيت الاكاجو، حطيت الكركاع، حطيت البيستاش، اللوز، كنصهدوهم شويه في الفرن باش كتزول منهم الرطوبه، وكنخلطوهم مع هذاك الجلوكوز اللي ملعقه صغيره، ملعقه من الناباج صغيره كذلك، و2 ملاعق من الكراميل. وهنا كاضافه لتزيين ضفت القليل من البيستاش اذا توفر باش كيكسر لينا اللون تاع الكراميل مع المكسرات. وورقه نتاع الورد، ممكن تستخدموا ورقه نتاع الذهب. بالنسبه اخواتي لهاد الحلوه اللي هي حلوه غنيه عن التعريف، حلوه الدورون الشماليه بتقديم او لا بتزيين جديد، ممكن اننا نديروها مع اي حاجه بغينا، مع النوغا مع المكسرات، فان شاء الله تعجبكم وتجربوها. الى اللقاء في وصفه من وصفاتي.